السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وهنا وسعادة. النهاردة نعمل مع بعض بسكوت جوز الهند الجميل ده. شايفين شكله؟ يلا تعالوا نشوف المقادير سوا مع بعض. عندنا هنا في البداية اهو معاكم دي نص كوباية من جوز الهند. معاها كوبايتين من الدقيق. خلاص. معانا هنا نص كوباية من النشا ونص كوباية من السكر البودرة، بس انتوا خلوها 3/4 كوب. ومعايا هنا كوباية فيها زبدة على زيت، 3/4 زبدة وربع زيت. كوباية دول كلهم حجم واحد يا جماعة، هما مختلفين في الشكل بس حجم واحد. جبت البولة بقى ونزلت بالزيت مع الزبدة. خلاص. وهبتدي اكسر فيها بالسباتشولا. هتشوفوا معايا في الاول كانت جامدة شوية الزبدة، وبعدين عفوا بالسباتشولا كده. وهفضل اكسر الزبدة مع السكر البودرة، نزلت بيهم سوا. خلاص. وبعد كده جبت المضرب بقى وابتديت اضرب خالص لما هاشت كده ونفشت وبيضت. خلاص. هاشت زي ما انتوا شايفين ولونها اتغير اهو كمان معايا. هنزل بقى بالمواد الجافة. دقيق كوبايتين مع النشا اللي هو ربع كوباية نشا، مع الجوز الهند نص كوباية، ودي ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر. قلبتهم بالمعلقة في الاول، وبعدين هعمل بقى ايه بايدي، هدمجهم بايدي من غير عجن يا جماعه، هيدوبك هلمهم بس كده. خلاص. اهو شايفين انا بلم بايدي ما بعجنش عشان ما ينشفش معايا اهو. لو حسينا ان العجينه ناشفه شويه ممكن نحط لها معلقتين 3 لبن، او نحط لها معلقتين 3 زيت. خلاص عشان تلم معانا وتعمل كوره. جبت الصواني بقى، وده جوز هند على سكر، وهبتدي ان انا اشكل اعمل كور، وانزل بالكرة دي في جوز الهند مع السكر اهو. وطبعا الصواني مش مدهونة اي حاجة. انا جبت معاكم 3 بسكوتات والباقي هكمله مع نفسي اهو. بوريكم بنعملها كورة، وبعدين ننزلها مع الجوز الهند والسكر. خلاص كده. خلاص الكمية كلها كانت خلصت. ادي شكلها اهو. طبعا هتخش على درجة حرارة 180 تستوي من تحت، وبعدين بنشغل عليها الشواية لحد ما تاخد اللون الذهبي. وده شكلها. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتسيبولي تعليق حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.